صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. كنت نزلت الموقف ده عندي على الصفحه بتاع لعب الشطرنج، وبنتناقش ازاي الابيض يقدر يحقق المكسب في هذا البوزيشن. الروك انا عارف انها عايزه تعمل ديسكفرد تشيك، تمام، ولكن انهي ديسكفرد تشيك الفعاله؟ يعني حضرتك لو عملت ديسكفرد تشيك على حس البيشب اللي ضارب الدياجونال، فالوضع هيبقى تعادلي. ليه تعادلي؟ لان بعد ما تتحرك بالكينج وانا اكابشر البيشب وحضرتك تكابشر البون، الوضع تعادلي جدا، اصفار على الانجن. ولكن احنا بنتارجت حاجة تانية. ايه هي بقى؟ تعالى نرجع كده. انت دلوقتي عايز تعمل ديسكفرد تشيك وتكسب الروخ الكبيرة، وعشان تحقق المكسب ده لازم تزيل العقبة وهي البون اللي وقف لك في السي 5. وده ازاي؟ انك تعمل فورسد موف بهذا الشكل. الكينج قدام 3 اختيارات، اما انه يرجع في السي 7 او انه يروح في البي 5 او يكابشر البون. تعال نشوف كده. لو كابشر اول اختيار، لو رجع طبعا بتديله فورك بسيطه ياكل الروك، بتاكل الروك وترقي فورسيه وتكسب. طيب ولو كل البون، وده اللي احنا عايزينه، بنديله تشيك يرجع تاني. طبعا فورسد موف، ما عندوش اي مربعات تانية، وبتديله ديسكفرد تشيك. وطبعا البيشوب ضارب الدياجونال كله، ما ينفعش الكينج يرجع، فبتكسب على طول بكل بساطه. طيب هتعمل ايه؟ يبقى اذا نخش على الاختيار الثالث، وهو ايه؟ ان الكينج يروح في البي 5. والحقيقه ده لاين مليان شويه تريكات بسيطه كده للاسود. الابيض البيست موف هنا انه ياكل البون، مهدد انه ياكل الروك طبعا ويرقي. الاسود مش هيقف مكتوف الايدي، ولكن البيشوب هيتزحلق بتشيك. الكش الجميله دي بتسال الكينج انت هتمشي فين؟ حضرتك لو مشيت على نفس الرانك بتخسر الجيم بالروك هنا، واكسب البيشوب والحق البون عادي بكل بساطه جاست ان تايم. طيب يبقى اذا الكينج فورسد ان هو يرجع ورا بهذا الشكل في البي 2. ساعتها الروك تتزحلق برضو بتشيك، نرجع وجاست ان تايم بلحق البون اللي هيتزق بهذا الشكل. الروك تروح في الاتش 8 وعلى طول بتسكيور المربع بتاع الترقية. يبقى اذا انا ما عنديش حل غير اني اكابشر البيشوب. يبقى اذا النقله البيست هنا ان انا اكل البيشوب اللي مديني تشيك، وساعتها انت ما ينفعش تاكل الروك، لان انا باكل الروك بتاعتك وبرقي فورسيه وبكسب. ولكن في نقله جميله هنا، حاول توقف الفيديو وتلاقيها، وهي تضحيه جميله للروك في البي 7. طب عايزه ايه البي 7؟ ايه ده فري روك. قال لك مش هتقدر تمد ايدك على الروك بتاعتي، لان لو البيشوب كل انا باكل على طول الروك، والبون ده ما بيتحميش خالص بالبيشوب. يبقى الموقف تعادلي. طب هنعمل ايه؟ الابيض عنده نقله جميله جدا عشان يهرب من الموقف ده، وهي اللي تشيك. بكل بساطه احنا دايما بندور على التشيك الاول، وهنا الاسود جاب نقله برضو جميله. اولا طبعا مش هياكل البون، لان لو كل البون باكل البيشوب، والموقف مكسب جدا للابيض. امال هيعمل ايه بقى؟ قال لك خد البون ده على الهوا. ايه ده؟ طب انا لو كلت بالروك، لا ده الموقف كده تعادلي. يبقى دي الفكره اللي بيلعب عليها الاسود، لان هنا بكل بساطه انت ممكن تكابشر البون. هتقولي طب ما هيديني تشيك، اقول لك كش انت تاكل الروك، اكل الروك بتاعتك والموقف تعادلي. امال هعمل ايه بقى؟ قال لك انا برضو هحط الملك الاسود على ديسكفرد تشيك، هاكل بالبيشوب، وساعتها الاسود ياكل البون. اوه كده هو حط نفسه في تابوت ميت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بكل بساطة وبجاحة بقوم رافع البيشوب بتشيك ميت. هنا الاسود ملوش اي مربعات يروح فيها. موقف مجنون مليان تركات. اشوفك في مواقف معقدة تانية الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.